السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. حي الكيت كات بيقع في محافظة الجيزة غرب جزيرة الزمالك، منطقة مميزة بموقعها على النيل. بس يا ترى إيه قصتها وليه اتسمت كده؟ بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. موقع الكيت كات زي ما قلنا مميز جدا، فمن زمان والمكان ده تم استغلاله كمنطقة ترفيهية. وفي سنة 1780 تم بناء ملهى ليلي اللي هو كباريه يعني لاستقبال الفرنسيين والأمراء، وكان اسمه على اسم صاحبة الكباريه، وكانت فرنسية برضه وهي الراقصة كيتي ألفونس فرانسوا، واللي اتعرفت باسم الراقصة كيتي. وكانت كل يوم بترقص في الكباريه والمعجبين بيها بيجولها من كل مكان، وحتى شبهوها بالقطة في رقتها وجمالها. وقطة بالإنجليزي يعني إيه؟ يعني كات، ومن هنا جه الاسم الكيت كات. الكيت من كيتي اللي هي الرقاصة، وكات اللي هي قطة بالإنجليزي. وفترة احتلال فرنسا لمصر كان في فرنسيين كتير بيروحوا للكباريه، بس بعد معركة إمبابة وجلاء الحملة الفرنسية عن مصر سنة 1801 أهالي المنطقة ما كانوش راضيين عن الموضوع ده، وهدوا الكباريه وعملوا مكانه مسجد كبير للعلم والعبادة، وهو معروف دلوقتي باسم مسجد خالد ابن الوليد. ما ينفعش نجيب سيرة الكيت كات من غير ما نذكر رائعة الكاتب الكبير إبراهيم أصلان وفيلم الكيت كات اللي اتعمل عن رواية مالك الحزين سنة 1991. إبراهيم أصلان على الرغم من إنه مواليد محافظة الغربية، بس نقل بعد كده مع أسرته للقاهرة، وقضى معظم حياته في الكيت كات. الفيلم ده في المركز ال 24 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتم بناء حارة الفيلم بشكل كامل داخل الاستوديو. أنا لا مؤاخذة في السؤال يا شيخ حسني. ايوه. أنت بعت البيت للفرارجي بكام؟ لا، في الحقيقه انا ما بعتش للفرارجي، انا بعت للهرم. هو اللي خلاني ابيع البيت بالحشيش. اي والله، كل يوم حته حشيش ب20 جنيه. الفيلم من بطولة العبقري الراحل محمود عبد العزيز وشريف منير ونجاح الموجي وأمينة رزق وعايدة رياض، ومن إخراج داوود عبد السيد، والموسيقى التصويرية لراجح داوود. وكان في ناس مرشحة تقوم بأدوار في الفيلم بس ما حصلش نصيب. يعني مثلا كان المفروض ممدوح عبد العليم هيقوم بدور يوسف ابن الشيخ حسني، بس اللي قام بيه هو شريف منير. وعبلة كامل كانت مرشحة لدور فاطمة بس اعتذرت عن الدور، واللي قامت بيه عايدة رياض. الفيلم ده حصل على الجائزة الذهبية لأحسن فيلم في مهرجان دمشق السينمائي عام 1991. دي كانت قصتنا النهاردة. شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة.